كابتن، من الأنجح حاليا؟ من الأنجح؟ نعم. كرة آسيا ولا كرة أفريقيا؟ بدون مجاملات يعني. بدون مجاملات ياسر. الكرة وبدون تحيز. نعم. الكرة الآسيوية راهي تتحسن بارابور للفرق الافريق دي نور كما يقولوا بالجزائر المغرب تونس ولكن هذه البلدان هذوما الجزائر المغرب تونس هذو بلدان عندهم تجربة كبيرة في كرة القدم مدة سنوات وسنوات. اللاعبين دائما يكونوا جدد ولكن ما ننساوش الفرق الوطنية كما قطر كما السعودية كما العراق راهم في مستوى كما الامارات كيف راهم يتحسنوا ولكن ما نجموش كما قال الاخ ما نجموش نقولوا شكون الاحسن. هو صح المباراه تندار في الملعب هي اللي الفريق اللي يحضر روحه اللي يكون محضر تكتيكمون بدنيا هو اللي راح يتغلب على الادفيرسير اللي يكون جهه مليح. فانا اعتقد بطوله بتكون قويه خاصه احنا نتكلم عن شمال افريقيا. انت لما تقول سالت الكابتن هنا من افضل شمال افريقيا ولا عرب اسيا؟ انا بميل مع شمال افريقيا، اعرق في الكره، واثنين عندهم احتكاك كبير جدا مع الدول الاوروبيه، يعني جل لاعبينهم يلعبون محترفين في الخارج، فتطور اللاعب الافريقي الشمال الافريقي وانعكس على دوريه القوي، والان اصبح ايضا هم يعني محط انظار الانديه الخليجيه والاسيويه عشان نستخدم هؤلاء اللاعبين من شمال افريقيا يلعبون في الدوري. فانا اعتقد كاس العرب بتكون على اعلى مستوى فنيا. الحكم صعب بين افريقيا اذا قاره افريقيا واسيا. العمليه في ممكن اعطي مقياس، لازم تعطي مقياس. هل مقياس كاس العالم لقاءات؟ اسيا فازت اكثر. لا تنسى حاجه واحده بالنسبه لهم هم متقدمين علينا في حاجه، تجربتهم مع اوروبا. لا تنسى اساسا نحن اسيا افريقيا عندنا منهم افضل رجال افريقيا لعلمك انت. مواب افريقيا الاصليه حملت اللي عندنا وغادرت الى البرازيل وغادرت الى امريكا الجنوبيه وغادرت الى اوروبا، وانتم تعرفوا نقل افريقيا. لذلك شلنا مواهبهم واقوى رجالهم كانت. يعني بس نحن لو حطونا مكانه على اوروبا لكنا افضل. هذا حقيقه. الان شخص انت دحين مثلا بيليه وهذا كله اساسا من وين؟ من السنغال. السنغال لما نقلت مليون يا اخي بيليه برازيلي يا اخي. خليني اخبرك انا بعطيك اسمعني. نقلوا مليون سنغالي من افريقيا الى البرازيل مشان حقول البن. بعدها عاشوا وصاروا وصولوا، لكن اصولنا افريقيه تبقى. نفس الشيء نحن نقلت، هذا هيقرا ما حد يتكلم تاريخ ما حد هذا، نقلوا اعظم رجال افريقيا واقواهم. بيجلب عليك الجمهور البرازيلي يا اخي. ايه لعلمك اقوى رجال افريقيا انتقلت من العالم كله ما بقت في افريقيا. تعرفوا انتم ايام نقول لكم ما في داعي اذكره. فهذا مواهب بعد انتقلت وعززت العالم كله. هنا تجي انت تشوف الفرق العالميه كلها. السؤال الان كلها خلينا نكمل عشان ما حد يغلط. كل الفرق العالميه فيها من افريقيا. ولكن السؤال على بس انتو عرب افريقيا مع عرب اسيا. عندنا نحن من افريقيا بعد. قصه ثانيه. مين عندنا هم افضل منا في حاجه واحده، انهم كانوا قريب جيران اوروبا وتجربتهم وعاشوا في اوروبا بعدد كثيره. لو كنا نحن مكانهم لو كنا افضل. ليش؟ لانه مواهب يعني الافريقيه في النهايه ايش يعني؟ لا اوكي بنجي نحكم لقاءات كاس العالم. السعوديه التقت مع اكثر من فريق فازت. اخر مره فازت على مصر، فازت على المغرب، تعادلت مع تونس، فازت يعني لقاءات. بس مين سوى الارقام؟ اوزبكستان اخر مره فاز على مصر، منتخب اول منتخب معهم محمد صلاح العظيم. ايران، اليابان، استراليا، كوريا. ممكن بس الارقام والفوز في كاس العالم لا احسن ارقام حققها المغرب بس المغرب، لكن لقاءات مستاهله بعد. ارجع لتصنيف الفيفا، الرانكينج مال الفيفا كل سنه. شوف عرب افريقيا فوق وعرب اسيا تحت كتصنيف. اللي معترف به الان بيكون موجود ايضا في هو يقصد المواهب الاسيويه. المواهب حتى اللقاءات بعد. المواهب عندنا نحن، لكن المواهب ما قربت. اعطينا نحن خلينا نقارا اوروبا، تعال شوف. واعطيني امكانياتك انت بس. اعطينا انت قارا افريقيا. لو تعطيني امكانيات لاعبين العلم. دول الجزيره العربيه شلت اعظم افريقيا من غانا من السنغال، اقوى رجال افريقيا في الجزيره العربيه للعلم عشان تعرف.
اخذوا الاقوى بس ما اخذوا التالنت. لكن بس ما حصلوا تدريب، لو حصلوا كان افريقيا والله تحصلوا اعظم لاعبين. هذا حقيقه تاريخيه انا ما انكرها، انا سويتها حمد الرواس مع فرقه هاجروا العالم كله، راحوا للامريكتين شمال وجنوب، راحوا لاوروبا، لكن نحن شبه الجزيره العربيه شلينا اعظم رجالهم، وانت تشوف الكوادر منه، اعطيهم تجربه تعال شوف. ولكن لا المكاس، لكن التجربه هي اللي تشقل الرجال، مواهب رقم واحد. شوف اسمح لي في هذه النقطه بالذات. بقت افريقيا الناس اللي ما فيهم قوه واللي ما في قوه يبقى هنا. لا اسمح لي انت مظلوم. لا اصل انا تهت في السؤال، هو كان السؤال لا السؤال مين احسن؟ لا هو هاجرت المواهب يا محمد بركات. انت وديتني البليله. لا يا زين الدول مين هناك؟ نيجيريا، الكاميرون، كابتن. السنغال، غانا، خلي غير مصر والمغرب، هذا افضل فرق صح. مصر والمغرب يعني باستثناء السنغال، نيجيريا وغانا والكوت ديفوار اللي هي كانوا يعني والكاميرون اللي كانوا فطاحل افريقيا متفوقين. مصر بتكلم المغرب وتونس ومصر والجزائر اعلى في الرانكينج من الناس دي كلها دلوقتي، لكن باستثناء السنغال. وحياتك يا كابتن قبل باقي 300 سنه احسن المواهب طلعت من افريقيا. هترجعني 300 سنه. لا بس هو السؤال حول عرب افريقيا وعرب اسيا. اعتقد على ان حاليا انجازات افريقيا حاليا 10 مباريات اللي قامت في دور التصفيات من اجل التاهل الى دور المجموعات، هناك كانت 7 مباريات، 5 منتخبات من اسيا فازت على عرب اسيا، فازوا على 5 منتخبات من عرب افريقيا، وبالتالي كان هناك تفوق على المستوى التمهيدي. مباراة كابتن ولكن مقياس لا ولكن مش مقياس. ثانيا هناك 2 منتخبين، جزر القمر والسودان، هما اللي استطاعوا ان يعني يثبتوا ويفوزوا ويتاهلوا رغم صعوبه المنتخب السودان، انه كانت صعوبه في البدايه، كارت احمر للمنتخب السوداني وبالتالي رجع في المباراه. ولكن دعني اقول لك الارقام والاحصائيات الان، مثلا المغرب حطم الرقم القياسي الذي كان عند المنتخب الاسباني واصبح 18 مباراه بدون هزيمه، وتصنيف 11 وتصنيف 11 على العالم، تصنيف 11. لا ننسى كذلك على المستوى التصنيف العالمي، فاعتقد على ان المغرب والجزائر يعني وتونس ومصر فهي من المنتخبات. ممكن المغرب يخسر مع السعوديه هلا بالبطوله. لا افضل انا معك، انا معك افضل وقريبين تقرب انتم. فقط اكمل الفكره. احمد طرحت على اساس بيشرفون بعد. اكمل الفكره ان 4 منتخبات شمال افريقيا، مش كل عرب شمال افريقيا متفوقين، فقط نركز على 4 منتخبات. نجد الان موريتانيا ولا ليبيا لا يشاركوا لا في كاس العرب ولا في كاس افريقيا للامم، والصومال كذلك. ولا يعني الان منتخبات هذه اللي معروف عليها المشاركه دائما، ليبيا لا كلامك صح، انا معك. 4 انتم مقابل تعرف يا سمين، واحد معكم بيقارك عن السعوديه، فانتم افضل منا. قلت لك انتم جيران اوروبا، لو نحن جيران اوروبا بنكون افضل منكم. هل اوروبا هي اللي اعطت العرب؟ لا اعطت التجربه يا اخي احترافيه. احنا فزنا على البرتغال وفزنا على سيدي انا عارفك صعد، لكن وين انت جاي؟ لاعبين من وين جاي؟ من هنا. يعني مثلا احنا في اسيا عندنا فريق عربي قوي بقارك السعوديه، لكن انتم كم؟ تونس، الجزائر، مصر، المغرب. بس انتوا قلتوا جار اوروبا، لان احنا جار اوروبا لا كنا افضل منكم. والجبل اوروبا هي اللي علمت الكره، ولاعبينك وين بيلعبوا انت؟ ما محليين كلهم محترفين. لا يجوا ياخذونهم من الدوري نتاعنا في تونس وفي الجزائر. ما ياخذوهم محترفين هم، لو بقوا على الدوري مالك ما بيطلعوا. ليش وين طلعنا احنا كنا طلعنا في المغرب في البطوله ديال الكاس العرب فيها لاعبين محليين من الدوري المغربي اللي فازوا مؤخرا. بس كم مغربي محترفين؟ لا اسمع لي، في كينيا 16 لاعب مغربي من الدوري الاحترافي المغربي في الدوري المغربي اللي فازوا بالشان بكاس افريقيا المحليين في كينيا. يعني انت ما تومن تجربه اوروبا؟ ما تومن تجربه؟ لا هناك لاعبين محليين هنا يمارسوا بالدوري الخليجي، السعوديه، قطر والامارات ومصر. انت قلت احنا استقطبنا كل المواهب الافريقيه، كيف وهم راحوا اوروبا؟ كيف يا ولي؟ ده انت ملخبط خالط هذا في هذا. لا ما لخبط، انت ما لخبط، مش أنا. انت قلت كلهم طلعوا من عندنا من الجزيره العربيه. يا اخي هذول راحوا اوروبا، بعدين لما يخلص يجي الهجره ايام استعباد افريقيا وشلوهم
يا اخي لا بعد تقعد تدخل راحنا وراحنا. في القصص هاي ما هذا قصص تاريخيه انا جبتها من عندي يا ولا رواح الحمد لله خلينا في الكوره يا اخي التاريخ ما انت تسالني بجاوبك الحمد لله انا محمد صلاح هذا تاريخ مش من عندي لا يا اخي يعني فهم شنو افضل رجال لا في الكوره احنا نتكلم كوره الكوره وين راحت؟ الكوره لحظه الكوره ما لها اصول احسن ناس يلعبوا كوره في العالم الافارقه يا رواس وبعدهم يجي العرب مش أفارقة. مين احسن ناس؟ مو احسن ناس مو احسن ناس يلعبون كره بالعالم الافارقه لا مو هم لا مو هم بدنيا من افضل الناس بيلي بس مين بيلي؟ البرازيلي يا اخي مارادونا شنو؟ ميسي من ايطاليا اصوله روح سوي جينات اذا ما حصلت افريقيا قول لحمد راس ما اعرف كوره افريقي ميسي العلمك ميسي. احسن جينات تلعب كوره طبقتين بعدين تجي الطبقه الثالثه ميسي العرب ميسي اتفقنا معاك في العاب القوى وبعدين مع الاوروبي ليش شرق اوروبا مش قويه مين الفرق قويه ايطاليا فيها اتفقنا معاك في العاب القوى ذيك المره خالد البرازيل فيها ميسي هجره رونالدو البيض فرنسا فيها هجره احمد كل البلدان هذا أحمد. فيها احمد الرواس هجري ناشئة اكرم احمد السعيد ومايد الخليفي يعطيكم العافيه اذا ريت كانت تقطعونه هو عنده فكره بيوصلها بيقول لك ان الافارقه فكرة شو حصلوا خالد؟ فرصه لو فكرة سمحت لا خالد بعطيك انا اللي حرام ايطاليا من اقوى منتخبات بس السؤال صاحبه الهجره الاولى والله خالد ما حد ما مضيع احمد غيرك لو سمحت مارادونا افريقي خالد لا نشأت احمد يا احمد ميسي من وين؟ ها ميسي من وين؟ زيمبابوي ميسي اصوله من ايطاليا مارادونا اصوله من ايطاليا انا اتحدى اذا سووا جينات ميسي 50% من افريقيا اذا ما كان عربي بعد زين ابوه اولتوبيلي اتحداك انا متاكد من جيناته يقول جينات ميسي لحظة، مارادونا من وين؟ ابوه اولتوبيلي لا يا اخي ايطاليا كانت حضاره ونص افريقيا في ايطاليا صح هذا شو بخبرك جينات شلوها روح شوف جيناتها 50% من انا افريقيا بتفق معك بس افضل من لمس كرة القدم بالفن البرازيل والبرازيل من وين كله؟ البرازيل من وين؟ من وين؟ من وين؟ من ايطاليا ومن كاكا من افريقيا كاكا من تنزانيا. معظم سكان البرازيل مليون من غانا الحالة مليون غانا احسن فريق كروي في افريقيا لعلمك احسن من نيجيريا واحسن من كاميرون لما راحوا لان هي كانت بلد على البحر واكثر ناس هجرات هذا قبل اقوى رجال قبل كم سنة قبل كم سنة الهجرة هذه الرواس قبل كم سنة الهجرة هذه قبل كم سنة ايام استعباد وقت الهجرة ما في كرة قدم صح ما يلعبون كرة قدم جينات سووا جينات غنى في نيويورك بقى لها سنين والله وصلت كاس العالم بس في نيويورك طيب احمد عزام انت ذكرت من شوي ان على مستوى المستويات بين عرب افريقيا وعرب اسيا انت قلت لي ممكن المنتخب السعودي يحسم ويفوز على المنتخبات الافريقيه تمام يعني هي مو مقياس المباراه المغرب اوكي شفناه نحن بمستوى عالي ومن عرب افريقيا وامكانياته جيده ووصل لكاس العالم ادوار ممكن يخسر هلا نتيجه ظروف ممكن في مشاركه عدد اللاعبين ما حيكونوا مشاركين لاعبين محترفين يعني ممكن هذا الشيء ممكن السعوديه تفوق هل هو السعوديه بالوقت الحالي حتكون افضل من المغرب كرويا يعني مو مقياس مباراه مو مقياس انت بدك تشوف الترتيب بدك تشوف التصنيف تبع المنتخبات بدك تشوف نتائج اخر 10 او 15 مباراه لحتى تحكم على هذا الفريق ان كان افضل ولا مو افضل يعني هلا حديثنا كله عم يكون نحن انه مين افضل عرب افريقيا وكذا من الانجح انا قلت من البدايه انا قلت من الانجح وليس من الافضل بس الشباب اغلوها من الافضل تماما يعني دخل الموضوع ببعضه بس نحن بالنهايه يعني لا حدد من اللي دخل الموضوع ببعضه شربكه من اللي شربكها مين الرواس الاسد حبيبي هو ما تكلم ما شربكته قلت لك افريقيا 4 كبار البرازيل ورحنا لحظه على نيجيريا لحظه اسمع كلامي عشان ما حد يقول شبكه رواس افريقيا فيها 4 كبار مصر مغرب تونس الجزائر وغانا قارعهم فريق عربي كبير السعوديه بس يا زول وهذا لكن ساكت قلت انت. تقرب تكون في اوروبا يا نشأت انا عرفت تقرب كل الجهه دي ضد احمد شوف انا اتفق معاه لا لا أحمد. الافارقه يصدروا كثير لاوروبا يصدروا لاعبين كثير بيجيك واحد سعودي اعلامي سعودي دائما يجوا عندهم ياخذوا التالنت اللي طالع صغير في الاعمار كابتن عم نحكي بس هذا ما مقياس انه هم اللي الافضل بس هو تفضل. يروح هناك يتطور ويستفيد كثير بس حاليا المنتخبات الافريقيه الاكبر هم السنغال حاليا اللي اذا تكلمنا عن الافارقه حاليا السنغال نيجيريا برا كاس العالم الكاميرون برا فهذول كلهم ما صاروا زي اول يعني فعلا
طيب خلينا نروح حق صلاح السعدي في السوق واقف. انت قاعد تشوف كرة السله بعد كلها من افريقيا